حكاية ان ربنا خلق الانسان باحتياجات كتيرة نفسية وجسدية وروحية. طالما الاحتياج هو من صنع الله في الانسان، اذا الاحتياج شيء جميل وشيء مقدس وكمان شيء ضروري. الانسان يخرج خارج ذاته يبقى قادر على عمل علاقة مع الله وكمان مع نفسه ومع الآخرين عشان يعرف ينمو ويسدد هذه الاحتياجات بشكل صحي وشكل سوي تساعد على نمو الإنسان وكبرانه. الإنسان في جنة عدن كان مسدد احتياجه بالكامل، إنه كان متصل بالله ومنتمي ليه، فحاسس هويته في المسيح موجودة، هويته في الله كاملة، هو صورة الله ومثاله، هو صديقه. كان قادر على الإنجاز لأنه بيقود الخليقة، بيسميها باسمائها، عنده سلطان، بيفلح الجنة ويزرعها وبيتعامل مع الحيوانات وهو سيد هذه الخليقة. فهو منتمي لله وهو قادر على إنجاز ترتيب الخليقة وتنسيق الجنة وإصلاح الزراعات اللي فيها والتعامل مع الحيوانات وتصنيفها وتسميتها. المهمة اللي ربنا اداها له هو كان بيشتغلها بقوة. كمان كان قادر على قبول نفسه والتناسق الكامل مع نفسه. حتى ربنا لما خلق حواء آدم أحبها وقال عظم من عظمي ولحم من لحمي، وفرح بيها، وكان العلاقة في قمة التناسق والتكامل، وكان الاحتياج في جنة عدن مسدد بالكامل وما كانش فيه مشكلة عند الإنسان. احنا قلنا في تعريف بسيط كده الاحتياج حاجة لما ينقص تسديدها بيشعر الإنسان بعدم راحة وتوتر وقلق وضيق. لكن في فرق بين الاحتياجات والرغبات، والإنسان بيبقى جواه بير من الاحتياجات والرغبات. أنا محتاج تغذية سليمة، ده احتياج. عاوز آكل أكل لذيذ، دي رغبة. فليست كل رغبة احتياج، ربما الرغبة شهوة مفرطة أو مبالغ فيها أو زائدة عن الحد، وتسديدها أو الخضوع ليها قد يضر نفس الإنسان وقد يضر الإنسان كله. ولكن الاحتياج، جسم محتاج بوتاسيوم، محتاج كالسيوم، لازم أخد لبن، أخد جبنة، أكل سمك عشان أخد بروتين وأخد فوسفور وأخد كالسيوم، ده احتياج. لكن نفسي أكل الأكل بطريقة معينة، دي قد تكون رغبة. ففي فرق كبير بين الرغبة وبين الاحتياج. علاقتنا بالاحتياج ايه؟ اولا نعترف بوجود هذا الاحتياج، ثانيا قادرين على التعبير عنه، ثالثا قادرين على ضبطه والتحكم فيه ومش هو اللي بيسيطر علينا. كمان عشان نتعامل معاه بشكل صحي قادرين على تأجيل تسديد الاحتياج الى وقت مناسب. كمان بعض المرات لما ننمو اقدر اتنازل عن بعض الاحتياجات لاجل الاخرين او لاجل عدم توافرها او لاجل قبول تجربة في حياتي وظروف الحياة لا تسمح بتسديد هذا الاحتياج، فبيكون عندي نوع من النمو والنضوج. احتمل غياب ونقص وعدم تسديد بعض الاحتياجات لاجل النمو، لاجل الروحانيه، لاجل الاخرين عشان خدمتهم. زي ما اكون محتاج للراحه واقرر اسهر شويه في خدمه غيري، زي ما اكون محتاج لشيء لنفسي واقدر افضل نفسي عن غيري واديله الحاجه دي، اسدد احتياجه وابقى فرحان ان قدرت اساعد حد ويبقى في اثار عملت له تفضيل حتى على نفسي.